السلام عليكم، تعالوا نعمل النهاردة شوية رز معمر زي الكتاب ما بيقول، في منتهى الجمال. معايا كيلو من الحليب السخن المغلي، تمام. وهحط عليه معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من الزبدة الفلاحي. طبعا خلينا متفقين كده مبدئيا ان الرز المعمر ما بيبقاش حلو غير باللبن اللي هو البلدي، او بالحليب البلدي اللي هو بخيره وبالقشطة بتاعته وبالدسم بتاعه. لكن هنشيل كوباية من الحليب ونحط كوباية من المَيّة، تمام. وبعد كده نقلّب كل المكونات مع بعض، ويكون عندي رز مصري مغسول ومش منقوع. هنحطه في البرام أو في الصينية اللي إحنا نسويه فيها، بس نسيب عقلتين كده ما ن نخلّيش الرز مالي الصينية. في الوقت ده الفرن كان ساخن ومشغّلة الشواية كمان، هادّي له تقليبة كويسة كده وادخّله تحت الشواية، ياخد الوش اللي إحنا عايزينه، وبعد كده نسيبه يكمّل سوا. وهي أول تسوية للرز المعمّر هي إن أنتِ تحمّري الوش بتاعه، لكن لو سِبتيه للفرن هيقدِّد منِّك وهينشف. مش قادرة أوصف جماله، ريحة وطعم في منتهى الجمال. يالّا جرّبوه وأشوفكم على خير.